شكون فينا ما عاودش هذا الماراثون وما عندوش ذكريات مع هذا العالم اللي بقى ايقونه في السينما؟ تخيل معايا جا وقت الدخول المدرسي مره اخرى، وماشي اي دخول مدرسي، غنرجعوا لهوغوارتس. سبيلز، كويديتش، بوشنز وعشوب كيهضروا. اتش بي او كتوجد مسلسل جديد مبني على الكتب الاصليه ديال هاري بوتر، وهذه المره غادي يكون مسلسل طويل وفيه تفاصيل اللي ما عمرنا شفناها في الافلام. في هذا الفيديو غادي نقول لكم كاع داكشي اللي عرفناه وتوصلنا له لدابا، القصه، الممثلين، تاريخ الاصدار، الانتاج، وحتى شنو قالوا الناس. في شهر ابريل 2023 شركه اتش بي او ماكس اعلنت رسميا على انها خدامه على المسلسل الجديد اللي مبني على الكتب ديال جي كي رولين. المسلسل ماشي تكميل وماشي نفس الممثل، هو اعاده اقتباس، يعني غادي يعاودوا القصه من الاول، ولكن في هذه المره غادي يكون في 7 ديال المواسم وكل موسم على كتاب. نفس القصه اللي قريتوها في الكتاب، هاري، رون، هيرمايني، فولدمورت، سنيب وكاع لي كاركتير اللي عزيزين عليك. بالنسبه للتفاصيل غادي يكون اوضح من الافلام. الممثلين القدام ما راجعينش، يعني لا دانيال رادكليف، لا ايما واتسون، لا جريت. اتش بي او بغات وجوه جداد باش يقدروا يعطيونا نسخه مختلفه، ولكن جي كي رولين راه داخله في الانتاج وكتشرف على المشروع باش ما يكونوش فيه تغيرات. كاينه اخبار كتقول باللي فرانسيسكا غاردنر حتى هي كاينه، اللي خدمت في هيزدار وسكسيشن ماتيريالز، هي من الناس اللي خدامين على السيناريو. اتش بي او حطت فلوس كبار في البروجي، كاين اللي قال ان كل موسم يقدر يطيح ب 200 مليون دولار، وهكا غادي يكون من اغلى المسلسلات في التاريخ، تقريبا بحال ذا رينج اوف باور. والمشروع باقي في المراحل الاولى، يعني مازال ما كاين لا تريلر لا تصاور لا والو. الممثلين بداو كيختاروهم، مثلا هاري بوتر جديد غادي ياخذ الدور ديالو دومينيك ماكلاغي، ارابيلا ستانتون في الدور ديال هارموني، الستر ستاونز في الدور ديال رون ويزلي، ولكن كيتوقعوا يعرضوه في 2026 او في 2027 على منصه ماكس بطبيعه الحال. كاين اللي فرحان حيت المسلسل غادي يعطي وقت كافي لكل كتاب، كاين اللي قال علاش نعاودوا شي حاجه اللي كانت ديجا زوينه، الافلام كانت كافيه. كاين حتى بعض الناس اللي كيقولوا خاص مقاطعه بسبب تصريحات مثيره للجدل من جي كي رولين، ولكن وارنر بروز باقيه كتدعمها وكتخدم معاها في المسلسل. واش كتظن ان المسلسل الجديد غادي يكون احسن من الافلام، ولا كتفضل تخلي الذكريات والنوستالجيا؟ كتب لنا رايك في الكومونتيرات وما تنساش دير لايك وسبسكرايب.